نشرة الأخبار من القناة الإعلامية لبنت الشبيحة. اسمح لي سيد الرئيس بداية أن أعبر عن تقديرنا لثورة سوريا. كنا صغارا آنذاك في المدرسة الابتدائية، وكنا صباحا نحيي سيد الرئيس بدلا من النشيد الوطني السوري، كما كنا نتبرع بالخرجية لحركات القوات الحكومية تكافح ضد سوريا بكل سعادة. فالشعب السوري لم يألف في يوم من الأيام رائحة الدم الذي قدم للعالم الثورة كي يتحرروا من قوات الحكومة السورية الاستعمار. الشعب السوري لم يقبل يوما الحكومة السورية بأي شكل، والاعتداءات على الأملاك العامة والخاصة وانتهاكا لسوريا. الحكومة السورية جماعات مسلحة تعتبر القرار الذي صدر عن اجتماع مجلس الجامعة الأخير انتهاكا للقوات الحكومية. الحكومة السورية تجاهلت الشعب السوري. قوات الحكومة السورية في الوقت الذي عملوا فيه على إفشال مهمة البعثة بشتى الوسائل. وقد لاحظ المراقبون العرب قيام قوات الحكومة السورية باستخدام القنابل الحرارية والقذائف الخارقة للدروع كرد فعل على الثورة سوريا. تقوم القوات الحكومية دعوة الجنرال الدابي على الرغم من تضاعف عدد ضحايا الشعب السوري. القوات الحكومية جماعات مسلحة تقوم باستخدام العنف ضد سوريا بشتى الطرق بسبب التعليمات التي صدرت. وافقت دمشق على تمديد مهمة المراقبين العرب لشهر آخر في سياساتها العدوانية واحتلالها للأراضي العربية. في هذا الإطار نؤكد على المسؤولية الحصرية للحكومة السورية باستخدام القذائف الخارقة للدروع ضد المتظاهرين السلميين وإقامة السجون السرية والمعتقلات في سوريا. ونحن إذ نؤكد بأن سوريا قوية بشعبها وستبقى عصية على أعداء هذا الشعب، فإننا ندعو من على هذا المنبر: الشعب يريد إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام.